كلنا سمعنا الفترة اللي فاتت عن الأزمة النفسية اللي بتمر بيها الفنانة شيرين عبد الوهاب، والحقيقة إن دي ما كانتش أول أزمة تمر بيها. تعبت كتير وانتكست وتعافت وانتكست تاني. شفنا صورها قد إيه كانت موجوعة، شوفها صورها وهي بتبكي، شفنا صورها وهي في المستشفى وهي بتستغيث وهي بتقول أنا بموت ادعولي. فربنا يعافيها يا رب. ولكن مش ده موضوع الحلقة النهاردة. موضوع الحلقة هي الكومنتات السلبية والقاسية جدا اللي أنا شفت الناس كاتباها. شفت اللي كاتب يا شيخة بقى روحي موتي وريحينا ومفيش ورانا غيرك انتي وطليقك. اللي كاتب لها ده جزاءكم عشان فلوسكم حرام وعشان حياتكم كلها حرام. واللي كاتب لها مش عارفة انتي اللي عملتي كده في نفسك. واللي كاتب لها انتي تستاهلي تاخدي بالجزمة، انتي اللي رجعتي تاني. كومنتات في منتهى القسوة. وده فكرني بحديث الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام لما قال أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة أن يتقيه الناس مخافة لسانه. أيوة، اللي بينصح نصيحة توجع هو أشر الناس منزلة يوم القيامة. اللي يجيلك موجوع مش محتاج منك نصيحة، لأن وقت الوجع انت مش عايز تسمع نصيحة، انت عايز اللي يطبطب عليك، عايز اللي يحضنك، عايز اللي يقولك بإذن الله هتقوم وهتبقى زي الفل، عايز اللي يفكرك برحمة ربنا سبحانه وتعالى. كلنا نعرف ننصح، كلنا نعرف نوجه النصيحة، وكلنا عارفين الصح فين والغلط فين. ولما بنتوجع مش بنبقى عايزين حد يقول لي ده صح وده غلط، بنبقى عارفة فين الصح والغلط، ولكن اللي حصل حصل والأزمة حصلت وخلاص. ويمكن أنا عشان ده شغلي لما بتجيلي حالة بتتعافى من الإدمان ورجعت تاني انتكست تاني، مش ببقى جاية عشان أقوله ليه يا حبيبي عملت كده، انت ليه رجعت تاني الإدمان؟ مش انت عارف ان الإدمان بيموت؟ هو عارف ان الإدمان بيموت، عارف انه غلط، عارف ان اللي عمله ده ما ينفعش يتعمل، ولكن هو محتاج اللي يديله تاني طريق نور، محتاج اللي يفكره ان رحمة ربنا كبيرة وان ما تيأس من رحمة ربنا. حاول تاني، ولو وقعت قوم وحاول تاني وتالت، وطول ما فيك نفس حاول. اذا كان ربنا سبحانه وتعالى فتح باب التوبة للإنسان 24 ساعة، ما بين الصلاة للصلاة كفارة لما بينهما، من الجمعة للجمعة كفارة لما بينهما، بينزل ربنا سبحانه وتعالى بنفسه للسماء السبعة ويسألنا في الثلث الأخير من الليل هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، طب هل من طالب حاجة فأقضيها له. فاحنا بقى اللي نقسى على الناس ونقول له أصل انتي كذا وانتي كذا. محدش فينا معصوم من الخطأ، ولا حد فينا صح وما عندوش أخطاء 100%. كلنا عايشين بستر الله سبحانه وتعالى. فلما يجيلنا حد وقع في غلط أو موجوع أو محتاج بس كلمة طيبة، فما تستخسرش في الكلمة الطيبة دي، ولو مش قادر تقولها فأرجوك بلاش تبقى شر الناس، اسكت. مش عارف تقول كلمة كويسة، اسكت. أشر الناس منزلة يوم القيامة من تركه أو من يتقيه الناس مخافة لسانه. ومش بس اللسان، انت ممكن تبص بصة لحد توجعه نفسيا فيفضل عنده تروما بسببك. ممكن توجع حد وتأذيه أذية نفسية بكلمة أو بموقف أو بوجع، يفضل طول ما هو شايفك يقول أعوذ بالله، حسبي الله ونعم الوكيل في البني آدم ده شر، حسبي الله ونعم الوكيل في خبثه في لقمه في وجعه ليا، في الكلام اللي قاله عليا، في الوجع اللي خلاني أحس بيه. خلينا لما الناس تشوفنا تقول الله رحيمة أو رحيم، ضحكتها جميلة، كلامها جميل، بني آدمة جميلة وهينة ولينة. فيا رب عاملنا برحمتك. مش احنا دايما ندعي يا رب عاملنا برحمتك مش بعملنا؟ فانت عايز ربنا يرحمك ازاي وانت اصلا ما بترحمش الناس في النصيحة؟ لما تجيلك واحدة عملت حاجة غلط ولا واحد عمل حاجة غلط فتفضل بقى انت كذا وانت تستاهل، ما احنا قلنا لك كذا وكذا. ده عمره ما يعلمه، ده ممكن يندمه طول حياته مجالك، ممكن يوجعه طول حياته. فبلاش تبقى انت اشر الناس، بلاش البصة اللي تجرح وتوجع، بلاش الكلمة اللي توجع وتجرح وتخلي اللي قدامك مش قادر ينساها. بلاش تبقى انت الشخص اللي لو حد شافك يقول حسبي الله ونعم الوكيل، يا رب وجعني، يا رب سبب لي وجع انا مش قادر انساه طول حياتي. خلي الناس تدعي لك لما تشوفك، خلي المكان اللي انت فيه تبقى سايب فيه اثر حلو، ضحكة حلوة، مساعدة حلوة، طيبة، نصيحة حلوة. وما تنساش الذنب اللي انت مش بتعمله ده
واللي غيرك وقع فيه، اللي غيرك فيه دلوقتي مش عشان حضرتك ولا حضرتك ماهر وممتاز ما بتغلطش، لا والله، ده برحمة من ربنا سبحانه وتعالى. انت في المكان اللي انت فيه ده برحمة من ربنا، فخليك دايما فاكر ده. عشان تطلب من ربنا الرحمة فلازم ترحم الناس. وخليني نقول سواء للفنانة شيرين او لغيرها او لأي حد موجوع من حد، طبعا الاستشاري النفسي مهم جدا، لانه على الاقل بيخرجك بطرق علمية صحيحة من الازمة اللي انت فيها، وبيخليك تدير تفكيرك مرة تانية. بس قبل الاستشاري النفسي في استشاري جميل حنون ورحيم وبيحس بينا رغم كل اخطائنا، عمره ما قفل باب رحمة او باب توبة في وشنا. لما بنرجع له بيسمعنا، بيطبطب علينا وبيرضينا، ربنا سبحانه وتعالى. بتحكي واحدة وبتقول انها كانت بتمر بأزمة نفسية وجعتها جدا، اذى شافته ما عرفتش تنساه طول حياتها، ففضلت تصلي وتبكي وتقول لربنا يا رب انا عايزة اجي اعمل عمرة، يا رب انا محتاجة لك، يا رب انا محتاجة اتكلم معاك. بتحكي انها كانت بتبكي كتير جدا لوحدها، وانها كانت كتير ممكن تصرخ من كتر الألم النفسي اللي جواها. وقد كان هي كانت حاسة انها بعيدة قوي عن انها تعمل عمرة، ولكن ربنا سبحانه وتعالى استجاب لها وراحت مع احب الناس الى قلبها. بتحكي وبتقول انها لما شافت الكعبة فضلت تسجد وتحكي لربنا كل الوجع اللي كان جواها، وتقول له يا رب حصل كذا وكذا وكذا، يرضيك يا رب، يا رب انا مريت بكذا، يا رب وجعتني او وجعني، يا رب عمل وعملت. فضلت تحكي لدرجة انها كانت بتعيط بصوت عالي جدا ومش حاسة باللي حواليها، وفجأة وقفها صوت حد تاني بيدعي وبيبكي قوي. ما سمعتش وما ركزتش في الدعوة اللي بتدعيها البنت اللي جنبها وهي ساجدة، ولكن ركزت في ان البنت دي كمان بتبكي ورايحة لربنا موجوعة بألم. فجأة وقف دعائها وقالت لربنا هو انت يا رب سامعني وسامعها؟ هو انت يا رب هتحللي مشكلتي وتحللها مشكلتها؟ هو انت يا رب سامع كل دول؟ في العمرة قدام الكعبة ملايين الناس، واللهم زد هذا البيت معتمرين وزد هذا البيت حجاج، يا رب يا رب لا تقطع هذا البيت من الحجاج والمعتمرين. ولكن كانت بتسأل وانت يا رب سامع كل دول؟ كل دول رايحين لربنا بمشكلة، واللي رايح ربنا بأمل، واللي رايح ربنا بأمنية نفسه فيها عايز ربنا يحققها له. كل دول جواهم أوجاع كتير رايحين يحكوها لربنا. كان هنا السؤال، هو انت يا رب سامعني وسامعهم؟ طب يا رب هتحللي مشكلتي وتحللوا مشكلتهم؟ يا رب صوتي واصل لك وسط كل الزحمة دي؟ والإجابة أيوة، ربنا سمعنا وسمعك رغم ذنوبك ووجعك اللي انت فيه. يعني سمع الوجع اللي انت حاسه بيه دلوقتي، سمع وشايف البكا، والله العظيم ما بيهون على ربنا ابدا. ده احنا عايشين كلنا كائنات حيه وحيوانات وبني ادمين برحمه واحده بس، ربنا شايل 99 رحمه عنده. فاحنا تخيلوا اللي احنا عايشين بده كله رحمه واحده، فتخيلوا رحمه ربنا بينا. فربنا حاسس باللي موجوع رغم ذنوبه، ربنا حاسس باللي بيبكي وباللي اتأذى نفسيا رغم اي حاجه بيعملها. فلما تبقى متضايق روح لربنا، وما تخليش عندك ذرة شك ان ربنا مش هيسمعك، او ان ربنا هيقفل باب توبة، او ان ربنا هيصدك ويقفل بابه قصادك. لا، لو صدك البشر ربنا مش هيصدك، لو وجعك البشر ربنا مش هيوجعك ولا هيهينك. اطلب الستر والرحمة من ربنا سبحانه وتعالى، روح للي اذاك، روح اشتكي ربنا من اللي اذاك. خلصت دعاء وفجأة لقيت اللي بيطبطب عليها كده وبيديلها كوباية مية زمزم، يقول لها انا سمعتك وانتي بتعيطي. فبصت لها قالت لها انتي اللي كنتي بتدعي ربنا برضو بتعيطي؟ من غير ما يعرفوا بعض، ولكن التقوا عند باب واحد عند ربنا، التقوا بدعائهم بأملهم عند ربنا. وكانت اجمل رحلة في حياتها، وكانت معالجة كتيرة جدا وباب خير كتير جدا من بعدها. ده عشان ربنا رحيم. البنت اللي بحكي لكم عنها دي كانت انا، والرحمة اللي بحكي لكم عنها رحمة ربنا سبحانه وتعالى بينا. وده طبعا للفنانة شيرين ولأي حد موجوع. لو الناس وجعتك بقسوتها فربنا رحيم، لو الناس مفكرة ان محدش بيغلط فربنا كريم وفتح باب التوبة. لو انت حاسة ان دي اخر مشكلة انت بتمر بيها فلا، دي ممكن المشكلة اللي في النص او اللي لسه بعديها كتير. ربنا رحيم،
والراحمون يرحمهم الرحمن. دمتم بخير.